ازاي تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها حتى لو كانت ممنوعة عنك وما ينفعش ان انت تعملها. فانا النهاردة هعلمك ازاي تعملها بكل سهولة بخدعة واحدة بس. النهاردة هعلمك ازاي تخلي عقلك يصدق انك تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها في الدنيا، وده يبقى الجزء التاني من فيديو ازاي تبقى مبسوط طول حياتك. ازاي ما تخليش نفسك ممنوع من اي حاجة ابدا ابدا. ازاي تخلي كل حاجة متاحة قدامك وانت اللي تتمنع وتقول لا 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 مش عايز اعملها. هقولك ازاي. في مثل بيقولك ايه؟ الممنوع مرغوب. طول ما الحاجة اللي قدامك ممنوعة عنك هتفضل عايزها وهتفضل حلوة في عينيك وهتفضل متضايق عشانها، وكمان هتخلق لنفسك مبررات وحجج ان قد ايه الحاجة دي اكتر حاجة مناسبة ليا في الدنيا، وكل ده لمجرد انها ممنوعة عنك. فبالتالي عقلك بيقعد يديلك مبررات عشان يرغبك فيها اكتر. دي بتنور، ده كمان طلع شكلها حلو، وخد عندك كمية مبررات بيخليك ترغب فيها اكتر، وكل ده عشان انت معرف عقلك ان الحاجة دي ممنوعة يا ذكي. يعني معنى كده ان احنا لو لعبنا على نقطة ان الحاجة دي ممنوعة وخليناها تبقى متاحة ومش ممنوعة، عقلنا هيعمل العكس، لان هو بيحفظ وبيخليك تقتنع بالحاجة اللي انت حفظتها له. يعني مثلا جرب كده انك تصدق جواك ان الحاجة اللي ممنوعة عنك دي مرة واحدة بقت متاحة قدامك وتقدر ان انت تجيبها عادي، واعمل نفسك قايم تجيبها. او ان الحاجة اللي مامتك كانت منعاك ان انت تشتريها قالت لك خلاص ماشي انا موافقة روح اشتريها، هتلاقي نفسك ان انت مش عايزها قوي كده زي الاول، وان انت كمان بتدي لنفسك مبررات ان انت تأجل الموضوع، مش مقتنع ان انت تجيبه دلوقتي كده، ممكن بعدين اي وقت، ما هي كده كده وافقت فالحاجة بقت متاحة قدامي هقدر اجيبها اي وقت عادي. فساعتها بتبقى طمنت عقلك ان الحاجة اللي كانت ممنوعة عني بقت متاحة وهقدر اعملها اي وقت. يكفي ان انت اديت له الطمأنينة ان الحاجة دي مش ممنوعة. انا كده ارتحت. هي دي عقليتنا كبشر، مجرد ان احنا نطمن ان الحاجة دي متاحة بنطنشها. يبقى الدرس اللي احنا اتعلمناه النهاردة، لو في حاجة ممنوعة عنك وانت عايز تعملها صدق جواك انها متاحة هتتمنع انت عنها. طب نجيب مثال. دلوقتي انت عايز تروح تكلم شخص وانتوا الاتنين سبتوا بعض، فما ينفعش ان انت تكلمه او ممنوع ان انت تكلمه. هتلاقي نفسك ان عقلك بيرسم جواك كمية حاجات بتخليك راغب ان انت تكلمه اكتر لمجرد انه ممنوع عنك. خد بقى عندك ده وحشني جدا، هتلاقي نفسك ان في شريط بيتسف قدامك للذكريات الحلوة كلها، هتلاقي نفسك بتفتكر له كل الحاجات الحلوة. لكن لو جربت تقول لنفسك طب ايه المشكلة يعني لما اكلمه عادي، ما انا ممكن اروح اسلم عليه عادي، ممكن اتلكك باي حاجه واروح اكلمه عادي، طب انا لو عايزه اروح اكلمه دلوقتي هروح اكلمه مفيش حاجه تمنعني على فكره. هتلاقي نفسك بتقول بعدها لا انا مش حاسس ان انا متحمس كده، ممكن اكلمه بعدين عادي، ما انا كده كده اقدر اكلمه اي وقت انا عايزه، يعني الموضوع متاح بالنسبه لي، خلينا اتقل شويه. وانت اللي هتقرر بمزاجك ان الاختيار بتاعك انت، مش ممنوع عنك حاجه ولا مجبر على حاجه. وساعتها بقى عقلك هتلاقيه ان هو بيعمل العكس. لما بقى متاح ان انت تكلمه هتلاقي نفسك ان انت اتعصبت منه، افتكرت الذكريات الوحشه، هتلاقي نفسك ان انت بقيت عايز تديله على دماغه اكتر وتتقل عليه اكتر. يعني معنى كده يا حلوين ان عقلك بيمشي ورا اللي انت بتخليه يصدقه. لو خليته يصدق ان الحاجة دي ممنوعة عنك هيرغبك فيها اكتر ويخليك تجري وراها. لو خليته يصدق ان الحاجة دي متاحة وتقدر تعملها عادي هيخليك ان انت تبعد عنها لانها هيحسسك انها حاجة عادية. فاضحك على عقلك الباطن واقنعه باي حاجة انت عايز تخليه ان هو يصدقها، واقعد كررها كتير هتلاقيه ان هو بيصدقها وبيقنعك بيها.